سريع وشامل بعد يوم صعب في العمل وتقيل ورخم ودم وعسل. بس بصراحة يعني أنا اليومين دولت يا جماعة عندي مشكلة بس بسيطة. اكتشفت إن في عندي في الشاشة ريسيفر، فعملت إيه؟ كان في بعض القنوات طبعا ما كانتش ظاهرة عندي على النايل سات، فأنا عملت بحث على الريسيفر بتاع التلفزيون والقنوات ظهرت. بس المشكلة ان انا في بعض القنوات مش قادر ارتبها او ابصها عشان اقدر اشوف، فانا والله متعطل بسبب كده. ده غير ان انا كنت شغال النهارده كمان وجاي هلكان وتعبان، يا دوبك لسه بسجل لكم الفيديو دوت على السريع يعني. احاول بس الم لكم اللي حصل في موضوع المينا على قد ما انا اقول. يعني ده رايي الخاص يا جماعه، مش راي الحكومه ولا البلد ولا الدوله ولا التحقيقات حتى. بص يا عزيز، اما الدوله المصريه بجلاله قدرها تطلع تقول لك ان ده حريقه ويحصل تعتيم يوم واثنين وثلاثه، ويجي بعد كده تطلع ايران تقول ان مصر تم الاعتداء عليها من قبل اسرائيل وانها ملهاش علاقه بالاعتداء، وبعض الناس هنا في مصر يقولوا وانا راكب التويوتا ورايح الشغل ان اسرائيل هي اللي ضربت مش ايران. ده طبعا كلام فاضي. الحقيقه بقى، تعال نسمع الحقيقه. طيب لو المينا دي ولعت او انفجرت بضربه جويه، هل مفيش تسجيلات من كاميرات المراقبة اللي موجودة في المينا المحدثة من فترة بسيطة ببعض الملايين من الدولارات؟ طيب مفيش حد طلع من مسؤولين الدولة وقال ان ايران ملهاش علاقة باللي حصل، ولا اسرائيل ولا اي حد؟ طبعا انا ما عنديش فكره. انا كل اللي انا شفته ان الرئيس السيسي، يعني وانا بقلب كده في الاخبار يا جماعه بتاعتي في التليفون، تمام، لقيت ان الرئيس السيسي طالع بيتكلم في الموضوع. فانا بصراحه مني جاي من الشغل ما رضيتش ابص عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب نفترض بقى ان هي فعلا اسرائيل ضربت لنا المينا، سيادتك ما هي الاجراءات القانونيه اللازمه لوقف اسرائيل عند حدها؟ مثلا نفترض يعني واحده مع بعض. طيب اتنين، ضربت ايران المينا، ما هي فوائد ايران من ضرب مينا دمياط؟ طيب تلاتة، زي بقى ما تقال لي اخر حاجه بقى، ليبيا. ايه اللي ليبيا هتستفاده في الوقت الحالي لما تضرب لك مينا دمياط؟ طيب انا بقى مش شايف في الوقت الحالي لو هو مثلا ضرب مين اكتر دوله هيكون ليها مصلحه في صفقات الغاز، فهي اسرائيل. تمام، ليه؟ لانها بتاخده وبتعيد تصديره. يعني بتاخد الغاز وبتعيد تصديره، دي اسرائيل. طيب دي اللي ليها مصلحه. طب نيجي نبص على ليبيا كده، مفيش. طب نيجي نبص على ايران، انا مش عارف هتستفاد ايه ايران. يعني حتى الغاز اللي في دمياط ما بيروحش اسرائيل، في خط تاني لاسرائيل. انا عارف الخط كله لاني كنت قاعد. النور قطع. لا ده وش عامة يعني انا كنت قاعد في المكان اللي فيه خطوط البترول اللي بتودي على طريق السويس، النفق الشهيد احمد حمدي، سينا، اسرائيل. انا كنت قاعد يا جماعه على بدايه المواسير، كان شغلي. اقسم بالله كنت بشم ريحه الغاز دوت ما بقاش قادر اتنفس. بس يلا، طيب نكمل. بس نكمل بكره في حلقه جديده، ولو قدرت اسهر شويه هنكمل بكره في حلقه الكلام دوت.
التقي بكرة لما النور يجي.